خد بالك 3 حاجات بتعملهم حالا وانت بتتفرج عليا هيدمروا لك ظهرك. اول حاجه انك تقعد وقت كتير، سواء كنت على مكتب كنت تشتغل، لان ده هيأثر على حاجه اسمها الهاب فليكسرز، هتتشد فبالتالي هتسبب لك انحرافات قواميه. حاول حتى لو هتقعد وقت طويل يكون رجلك لامسه الارض، يكون كمان ظهرك مش سلاوتشي على قدام، تكون قاعد على الاقل عادل. كل نص ساعه حاول تقوم تتحرك وتعمل ستريتش. دي حاجه بتقعدوا مقتبين يا اساتذه، انك تقعد سلاوتشي او تقعد مقتب كده العضلات تاخد على الوضع اللي انت بتحطها فيه. ما تحط العمود الفقري تحت ستريس او وضع غير اللي المفترض انت تقعد فيه اللي هو الوضع ده، وتخلي العضلات دي تتشد اللي هي العضلات الاماميه، تساعد على القتب اكتر ويبقى عندك برضو انحراف قوامي. المفترض ان احنا قاعدين فاردين نفسنا فاردين ظهرنا عشان ولا يجي لنا راوندد شولدر ولا يجي لنا كايفوزس. ثالث واهم حاجه علشان تاخدوا بالكم منها، وعشان كمان لو عندكم اطفال تاخدوا بالكم، الشنط الثقيله على الظهر يا جماعه او على كتف واحد من الكتفين. الشنط عامه اللي بتبقى على كتف من الكتفين بتغير حاجه اسمها السنتر اوف جرافيتي عندنا في الجسم، فبتلاقي نفسك علشان تعادل السنتر اوف جرافيتي انت بتتعوج. خدوا بالكم كمان وما تحطوش احمال كتير على الشنطه اللي في ظهركم. ايوه عدلوا ظهركم وانتوا قاعدين كده.